اعزائي، فيني المغضوب عليه من جماهير الريال قدم اقوى ماتش ليه من بدايه الموسم ده، يعني في ليله اكتساح موناكو ب6 اهداف اجمل من بعض. وطبعا غريمي بعد ما خسر بيدري وديانج قدر يكسب سلافيا براغ في ماتش كان ممكن يهرب منه بس ربنا ستر. طبعا ارسنال بيحقق فوز تاريخي على انتر ميلان في ايطاليا، واول فريق يضمن التاهل على طول لدور ال16. والبيب وايرلينج هالاند راحوا مشوار لحد النرويج ولحد دلوقتي لسه ما رجعوش. راحوا هناك اترزعوا بالثلاثه. وانريكي بطل اوروبا اللي اتمنى تتويج البرتغال بكاس العالم راح خسر من سبورتنج لشبونه هناك في البرتغال، سبحان الله. وطبعا كبير انجلترا ليفربول قدر ان هو يكتسح مارسيليا بعوده الايجيبشن كينج. الكره الضايعه دي مش هنجيب سيرتها، خليها مستور احسن. طبعا هنتكلم عن كل احداث الجوله السابعه، وطبعا هنمسك ماتشات كل الفرق الكبيره، وكالعاده هديك تحليل واحصائيات وارقام قياسيه انا واثق انك مش هتشوفها عند حد تاني. فانا بقى عايزك سريعا تنزل تدغدغ زر اللايك. دخلت على حلقه استثنائيه فانزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ويلا بينا. طبعا ما ينفعش يبقى في ليالي ابطال وما نتكلمش عن الذي لا مثيل له، اكيد الريال اللي نزل دغدغ البرنابيو على دماغ موناكو ورزعهم 6 اهداف اجمل من بعض. والله العظيم يا جدعان ما عارف اتكلم على مين ولا مين، لان اللعيبه كلها عملت ماتش عالمي. فينيسيوس اللي كان لسه جمهور البرنابيو بيصفر عليه الماتش اللي فات ويعني كان قاعد بيعيط في النفق قبل ما ينزل، سبحان الله خد احسن لاعب في الماتش بعد ما عمل افضل اداء ليه من بدايه الموسم. فينيسيوس لوحده يعتبر مشارك في 4 اهداف من ال6. طبعا سجل هدف عالمي وصنع هدفين، والكره الثالثه المدافع دخلها في نفسه. فعلشان كده بقول لك هو قدم افضل ماتش ليه من بدايه الموسم ده، يمكن كمان افضل ماتش ليه يجي من حوالي سنه. والله العظيم. انا عايز اقول لك بالمناسبه ان فيني في دوري الابطال وصل للهدف رقم 30 ليه، ويعتبر هو تاني اكتر لاعب برازيلي تسجيلا للاهداف في دوري الابطال، يعني اكيد بعد نيمار. ده برضه فيني وصل للاسيست رقم 30 ليه مع ريال مدريد في دوري الابطال، وبقى هو تاني اكتر لاعب عمل اسيستات في تاريخ ريال مدريد في دوري الابطال بعد اكيد الاسطوره كريستيانو. وللعلم كريستيانو عنده 31 اسيست بس، فيعني فيني هيكسر الرقم ده واعتقد هيعديه بفرق كبير. لك ان تتخيل ان ديت ارقام فيني بس في دوري الابطال. تقريبا فينيسيوس عمل كل حاجه في الملعب من كميه جري وضغط واسيستات، وقاعد كان بيوزع هدايا على باقي اللعيبه. فعلشان كده يعتبر هو ماتش استثنائي بالنسبه لي، لان بقالي فتره كبيره جدا ما شفتش فينيسيوس في الحاله دي. وطبعا السبب الرئيسي في التحول ده اكيد هو الاخصائي النفسي اربيلوا اللي قدر يحتوي فينيسيوس صح وما يدخلش معاه في عند او تحدي زي الونسو. اربيلوا اللي طلع في المؤتمر الصحفي ودافع عن فينيسيوس قدام الجمهور والعالم كله، وطبعا كانت نتيجه لده. زي ما قلت لك فيني قدم اقوى ماتش ليه من بدايه الموسم، واول واحد راح يحضنه كان هو اربيلوا. اكيد العامل النفسي ليه تاثير كبير جدا على اللعيبه، واعتقد ان هو ممكن يمشي على خطى انشيلوتي والله اعلم. طبعا مش فيني بس اللي الجماهير صفرت عليه، كان معاه برضه فالفيردي وبيلينجهام. بالمناسبه برضه فالفيردي عمل ماتش عالمي وقدر يصنع هدفين، وفي نفس الوقت كان بيلعب ظهير ايمن عادي ولا طلع يشتكي او حتى يتحجج. وعايزك تتفرج عليه في لقطه الهدف الاول والتفاهم اللي بقى موجود بينه وبين مستنتونو. اعتقد الجبهه اليمين دي في ريال مدريد حالها ما تعادلش من ساعه جاريث بيل، وحتى كمان والله العظيم اوقات جاريث بيل كان بيقعد دكه وبيفضل حالها مش موجود. طبعا الوحش مبابي شغال في تكسير الارقام القياسيه، وبالهدفين اللي هو سجلهم قدام موناكو وصل للهدف رقم 11 ليه في دور المجموعات، وده يعني في 6 ماتشات بس. وبالمناسبه عادل رقم الاسطوره كريستيانو اللي عامل نفس الارقام في دور المجموعات في موسم 2016، واكيد احتمال الماتش اللي جاي مبابي يكسر الرقم ده. بالمناسبه برضو كريستيانو اكتر عدد اهداف سجلها في دوري الابطال في نسخه واحده كانت 17 هدف، ومبابي حاليا في دور المجموعات وناقص له ماتش مسجل 11، فربنا يستر على ارقام الاسطوره. طبعا بيلينجهام هو كمان سجل واحتفل على طريقته اللي اتريق بيها على شويه صحفيين ما لهمش لازمه، وقالوا عليه ان هو بيروح التدريب سكران، وبناء عليها مستواه نزل الفتره اللي فاتت. فسبحان الله بيرد في الملعب بس. طبعا شايفني عمال افرش لك الدنيا وردي وعمال اغني لك في اللعيبه، بس هرجع اقول لك ما تتعشمش، ده الماتش الوحيد اللي قدموه كويس من بدايه الموسم. مش عايز افكرك برضو ان ديت نفس اللعيبه ونفس المشاكل لسه عندك سواء في نص الملعب او حتى المدافعين. بالمناسبه برضو ما تنساش ان موناكو سجل فيك هدف ساذج لانك للاسف مش عارف تخرج بالكوره من تحت الضغط، والله العظيم هيجلطونا. وما تنساش برضو ان كورتوا شال اكتر من كوره والعارضه شالت لك واحده عالميه، واكيد مش هينفع نحكم على اربيلوا في الفتره دي، بس هنستنى عليه 3 أو 4 ماتشات وساعتها نبقى نقول راينا بجد. هل يصلح ان هو يكمل مع الريال ولا للاسف مصيره هيكون زي انشيلوتي والونسو ومش هيكمل 6 شهور وهيروح؟ طبعا حاليا الريال وصل للمركز الثالث ليه في دور المجموعات، وقدامه طبعا ارسنال وبايرن ميونخ. الماتش الجاي في دوري الابطال هيكون
قدام بنفيكا، والريال محتاج يتعادل بس علشان يصعد على طول لدور ال 16، واعتقد ان شاء الله هيعملها وهيريحنا بدل ما نخش في وجع قلب وحسابات ونلعب ملاحق زي الموسم اللي فات، فربنا يستر. نروح لغريمي اللي رجع من التشيك بفوز سهل على سلافيا براغ بنتيجه ال 4-2. لا بصراحه هو مش فوز سهل، فوز كان معقرب، وده يعني لان برشلونه تقريبا كان بيلعب في درجه حراره تحت الصفر، وبرده غايب عنه لامين يامال. طبعا الغريم بشكل عام قدم ماتش متوسط ولبس هدف من ركنيتين، بس لازم يطلع لك فيرمين لوبيز زي الخازوق، واللي بالمناسبه مقدم موسم استثنائي السنه دي مع برشلونه، وقدر ان هو يسجل هدفين. حتى داني اولمو خلاص بقى ماركه تسجيل R2، وما شاء الله كل لما ينزل بيسجل، ده غير ان الجليادور ليفاندوسكي سجل لهم الرابع. طبعا برشلونه حاليا ترتيبه التاسع، ويعتبر مش من ضمن الثمانيه المتاهلين مباشره لدور ال 16. الماتش الجاي في الجوله الاخيره عندهم كوبنهاجن في الكامب نو، واعتقد على الورق هيبقى ماتش سهل، بس ماتش زي ده هيغيب عنه بيدري وديانج اللي يعتبر اهم اتنين في نص الملعب عندك، فممكن يحصل قلق والله اعلم. لو هانز فليك ما قدرش يكسب فبنسبه كبيره يا غريمه هتلعب ملاحق، وربنا يسترها عليك من الملاحق، فيعني اما نشوف هيقدموا ايه. طبعا نسيب برشلونه ونروح لانديه انجلترا، والبدايه اكيد مع الاصلع الفيلسوف البيب، صاحب افضل دماغ في تاريخ الكوره بشكل عام، اللي للاسف خسر خساره تاريخيه من بودوج ليميت بنتيجه ال 3-1، وده يعني فريق بيلعب في الدوري النرويجي، وللعلم ده يعتبر اول فوز للفريق ده في دوري الابطال، وللاسف جه على حساب الاصلع وايرلينج هالاند. مش عايزك تنسى برضو ان هو لسه خسران ديربي مانشستر، واليونايتد كان عامل عليه حفله السبت اللي فات. السيتي حرفيا دفاعه ملط وملط بمعنى الكلمه. انا عايز اقول لك بالمناسبه ان فريق بودوج ليميت ده سهل كان يكسب الماتش 5 أو 6 مستريح، الفريق مضيع كميه اهداف ما بتضيعش، ودوناروما برضو عمل اكتر من تصدي صعب، ومع ذلك برضو خسروا. الواد إيلين وخوسانوف مستواهم كارثي بمعنى الكلمه، مستواهم حتى ما حصلش ربع جفارديول او روبن دياز، فعلشان كده البيب راح يتعاقد مع مارك جيهي علشان يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه. حتى رودري ذات نفسه ما بقاش رودري بتاع زمان، وللاسف فقد كتير جدا من جودته. وايرلينج هالاند ذات نفسه في اخر 8 ماتشات يا دوبك سجل هدف واحد بس من ضربه جزاء قدام برايتون، فبصراحه مش قادر افهم ايه سر الانهيار اللي حصل للسيتي والبيب، وده يعني من الموسم اللي فات، ولحد دلوقتي البيب واللعيبه كلها مش قادرين يوقفوا الانهيار ده. بس يعني في لفته جميله جدا عملتها اللعيبه، وهي انهم اتكفلوا بكل مصاريف المشجعين اللي راحوا وراهم من النرويج ودفعوا لهم حق التذاكر كلها، فيعني ده الاحترام بجد. انما ارسنال فرجع من ايطاليا بفوز تاريخي على انتر ميلان بنتيجه ال 3-1، واخيرا خلاص المهاجمين اشتغلوا بعد ما الجمهور كان عمال يصيح يقول لك احنا ما عندناش مهاجمين، والفريق بيتعادل وبيخسر لاننا بنعمل هجمات كتير ومفيش مهاجم يخلص. فسبحان الله قدام الانتر بقى عندك 2 مهاجمين احسن من بعض. جبريال خيسوس نجم الماتش قدر ان هو يسجل هدفين، والمهاجم الثاني جيوكيريس سجل حته هدف عالمي علشان يعلن ان في صراع شرس ما بينه وما بين جيسوس على مهاجم الفريق الاساسي. قال ما عندكوش مهاجمين؟ مين قال يا باشا انكم ما عندكوش مهاجمين؟ انا عايز اعرف مين اللي قال كده بجد. ده احنا في مدريد بنتنشأ على مهاجم واحد بس، وماشيه معانا بالستر بمبابي واحيانا جونزالو جارسيا. بس بصراحه هدف الواد سوتشيتش الواد التركي اللي اسمه غريب ده، حط واحده صاروخ في ديفيد رايا جابت له ارتجاج بمعنى الكلمه، تحسه بينتقم من رايا بجد. رايا بصراحه عمل ماتش استثنائي وشال اكتر من كوره كانت محققه للتسجيل. طبعا ارسنال حاليا هو اقوى فريق في اوروبا وفي العالم كله، لانه معلش متصدر ترتيب المجموعات في دوري الابطال، وفي نفس الوقت متصدر ترتيب الدوري الانجليزي، وفي نفس الوقت كسبان ال7 ماتشات اللي لعبهم في دوري الابطال. ده يعني في من ضمنهم بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد، واخرها انتر ميلان في ملعبه. ده بالمناسبه كمان اخد طارو من الانتر اللي كسبهم السنه اللي فاتت في نفس الملعب، وده يعتبر اول فوز لارسنال في ايطاليا كلها من سنه 2008. ارسنال برضو حاليا هو اقوى خط هجوم في البطوله، وقدروا ان هم يسجلوا 20 هدف، وبرضو ارسنال هو اقوى خط دفاع في البطوله ويا دوبك استقبل هدفين بس. فيعني ارتيتا السنه دي شكله ناويها بجد، وشكله كده هيكون موسم الحصاد فعلا، واحتمال يكون اكتر من بطوله، وبرضو الله اعلم. ليفربول برضو فاكتسح مارسيليا 3-0، وعندك سوبوسلاي وجاكبو الاثنين سجلوا، ولاعب مارسيليا سجل هدف في نفسه. سوبوسلاي حرفيا قدر يغفل الحارس وسجل حته فاول عالمي على طريقه الاسطوره كريستيانو مانويل نوير لو تفتكر، وحط واحده جميله جدا من تحت الحيطه. انا يعني بصراحه مش قادر افهم الحارس الغبي اللي ما خلاش لاعب ينام تحت الحيطه، ومع ذلك سوبوسلاي فعلا حطها له من تحت اللعيبه والكوره راحت. طبعا محمد صلاح بدا الماتش ده، مش هنتكلم عن الكوره اللي هو ضيعها لانه بصراحه واضح انه لسه متاثر بشكل كبير من اللي حصل معاه في كاس الامم، واعتقد يعني صلاح لو في حالته بجد مستحيل يضيع كوره زي دي. طبعا بقى فرق انجلترا فكلهم كسبوا. تشيلسي فاز على بافوس بدماغ كايسيدو، ونيوكاسل كسب اندهوفن بالثلاثه، وتوتنهام فاز على بروسيا 2-0. للاسف مفيش غير السيتي العاق مع البيب، هو الفريق الوحيد في انجلترا اللي خسر الجوله دي.
دي بشكل عام لو بصيت اصلا على الثمانيه الاوائل في دوري الابطال هتلاقي منهم 5 انجليز، ولو السيتي كان كسب الجوله دي فكان هيبقى في 6 منهم من ضمن ال8. فالله يصلح حالك يا بيب. انما طبعا بطل السداسيه باريس فيعني الفتره ديت بيعيش في حاله من التخبط، ومن اسبوع لسه طالع من كاس فرنسا من دور ال 32، والجوله ديت بيخسر قدام سبورتنج لشبونه بنتيجه ال 2-1. طبعا ماتش اصلا ما بيعبرش عن النتيجه لان باريس ضيع كميه هجمات ما بتضيعش وسجل اهداف والفار لغاها. بس يعني يمكن العيب الوحيد في الماتش ان لعيبه باريس افتقدت للشراسه قدام الجون ومحدش قدر يسجل غير البديل كفاراتسخيليا كالعاده على طريقته الار 2. باقي اللعيبه طبعا كانت بتضيع كرات سهله، والناحيه الثانيه سبورتنج لشبونه كانوا بيستغلوا كل فرصه وتحول وبناء عليها قدروا ان هم يسجلوا هدفين. اذان الظهر بدا فهنصلي ونرجع نكمل. طبعا زي ما قلت لك ان باريس لبس هدفين وبرضه هو لسه حاليا مش من ضمن ال8 المتاهلين على طول لدور ال16، والماتش الجاي هيبقى عنده نيوكاسل وكل فريق منهم هيبقى عايز يكسب علشان محدش يطلع مكانهم، يا اما في الاخر هيلعبوا ملاحق. وعايز اقول لك بالمناسبه الفرق ما بين الثالث ريال مدريد والمركز ال13 اللي هو اتلانتا يا دوبك 3 نقط بالظبط. يعني الجوله اللي جايه من ال10 فرق دول اللي مش هيكسب معناها انه هيلعب ملاحق، فربنا يستر. طبعا انديه ايطاليا كلها محدش فيهم هيلعب على طول دور ال16. اليوفي حاليا معاه 12 نقطه، وعلى الرغم ان هو كسب بنفيكا بس الجوله اللي جايه برضه لازم يكسب او يتعادل عشان يلعب ملحق. نفس الموضوع برضه الانتر عنده 12 نقطه وبرضه هيلعب الملحق. يمكن الوحيد اللي كان عنده فرصه واحده بس انه يلعب دور ال16 على طول هو اتلانتا، واللي برضه خسر قدام اتلتيكو بالباو. بس يعني الخيبه الاكبر بجد واللي حتى ممكن ما يلحقش الملاحق هو نابولي مع انطونيو كونتي اللي حاليا ترتيبه رقم 25، والماتش الاخير ليه هيكون قدام تشيلسي، وما تنساش ان تشيلسي من ضمن ال8 فرق المتاهلين على طول، فيعني لازم يحافظ على مركزه. طبعا الاسبوع الجاي هنعرف مين يتاهل على طول ومين هيلعب الملاحق، فيعني ربنا يستر واما نشوف ايه اللي هيحصل. كده الحلقه خلصت، مش هاكد عليك اللايك والاشتراك ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.